تناول وزير الخارجية السعودي عادل الجبيري في تصريحات نشرها موقع قناة روسيا اليوم الأحد مستقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد، ولكنه أفاد بموقف غير مسبوق سعوديا من الأزمة السورية. بحسب القناة الروسية، فإن مصدرا في جنيف نقل للمعارضة السورية أن الجبير أبلغ الهيئة العليا للمفاوضات أن الأسد باق. ونقل أيضا أنه قال إن على الهيئة المعارضة الخروج برؤية جديدة، وإلا ستبحث الدول عن حل لسوريا من غير المعارضة. بحسب مصدر القناة، فإن الجبير ذهب إلى أن الوقائع تؤكد أنه لم يعد ممكنا خروج الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، وأن يجب أن نبحث عن بقائه في المرحلة الانتقالية وصلاحياته في تلك المرحلة. وما زالت المفاوضات قائمة بعد انطلاق جنيف 7 الشهر الماضي بين النظام السوري والمعارضة، في وقت تم فيه توسيع اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في الجنوب السوري. وكانت المعارضة السورية المشاركة في جنيف 7 طالبت بتعميم وقف إطلاق النار المعلن جنوب البلاد من روسيا وأمريكا والأردن قبل أيام على كامل الأراضي السورية، ودعت إلى رحيل الميليشيات الإيرانية والأجنبية التي تقاتل إلى جانب النظام، في وقت أعرب فيه مسؤول في النظام السوري عن الارتياح والرضا حيال الاتفاق المعلن. وقبل هذه الجولة شهد العام الحالي 3 جولات من المفاوضات في جنيف، وجرى الاتفاق في أولها جنيف 4 في شباط فبراير الماضي على 4 ملفات لمناقشتها جدول لأعمال المفاوضات، وهي الحكم الانتقالي والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.